حابب احكي لكم عن تجربه بسيطه كده مهم جدا ان انتوا تعرفوها. ازاي قدرنا نبيع لعب اطفال. لعب الاطفال دي كانت موجوده عندنا وكان البراند كويس جدا وكان الناس عارفاه. كنا شغالين على لعب الاطفال دي. طبعا اللي بيشتري لعب الاطفال مش اطفال، بيشتري لعب الاطفال الناس الكبيره. كنا شغالين عليها ادز والكامبين كانت شغاله كويس، ما كانش في اي مشاكل غير بس ان البيع كان قليل وما كانش في حاجه بتشجع الناس ان هم يشتروا. ورغم ان كانت المسج كانت تعتبر نسبيا نقدر نقول انها شغاله، لكن في نفس الوقت كنا حاسين ان في احسن من كده. قدرنا ان احنا نتواصل مع الكوميرشال تيم ونطلب منهم ان هم يعملوا لنا ديسكاونت على لعب الاطفال دي. في الحقيقه عملوا ديسكاونت كويس، وكان فاضل ان احنا كتيم كرييتيف او كتيم كونتنت ان احنا نفكر في الشكل اللي هنعرض بيه للناس الديسكاونت ده. وبعدين لما جينا نفكر في عمليه الجروس وجينا نشوف الانسايت والارقام بتاعه الناس اللي بيشتروا وبتاعه الاعلانات اللي جت والناس اللي بيعملوا كومنتس وهكذا، لقينا ان طبعا بنسبه كبيره جدا الناس بيشتروا من فوق ال 25 لحد ما بنوصل لل 55 سنه. وده كان بالنسبه لنا شيء غريب ان في ناس بيشتروا هم عندهم 55 سنه، بس استنتجنا من ده ان الناس اللي بيشتروا في السن دول اللي هم الجد والجده. بعدين لما حبينا نركز اكتر في الارقام دي ونشوف مين اللي بيشتري اكتر، الجد والجده ولا الام والاب، لما جينا بصينا في الارقام دي كلها اكتشفنا ان الاب والام هم اكتر ناس بيشتروا عن الجد والجد. طبيعي جدا لما جينا نفكر بالمنطق ده حسينا ان احنا نركز العرض بتاعنا ان يبقى موجه للاب والام. في الحقيقه مش ده اللي حصل خالص. اللي حصل ان احنا فكرنا بشكل ممكن نقول مختلف، او حسينا ان احنا عندنا الوقت والقدره ان احنا نجرب. وهنا دايما بنتكلم انك تجرب الحاجه، ما تستناش لما حد يقول لك عليها حلوه او وحشه، لان كل واحد عنده تجاربه اللي في اللحظه معينه اللي ممكن ما تنفعش مع حد تاني. قررنا نركز على النسبه الاقل اللي الناس بيشتروا منها، اللي هي الجد والجده. والجد والجده دول قررنا نعمل معاهم حاجه لطيفه جدا. لما جينا درسناهم هم ليه ممكن ما يكونوش بيشتروا، فاكتشفنا ان هم ممكن مش بيشتروا علشان هم مش هيقدروا يخشوا على الويب سايت، مش هيقدروا يخشوا يعملوا عمليه شراء كامله على الويب سايت. في نفس الوقت هم ممكن ما يبقوش فاهمين هم المفروض يعملوا ايه علشان ياخدوا الحاجه دي. فاكتشفنا ان هم بيكتبوا كومنتس مثلا مش مفهومه، غير ان هم بيخشوا يطلبوا يقول لك انا عايزه دي. طبعا باستثناء ان اكيد في جزء كبير فاهم، لكن نتعلم برضو مع فئه لازم ناخد بالنا من الطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها. وهنا كان معانا معلومه مهمه جدا، ان احنا عايزين اسهل طريقه ان احنا نخلي الناس يتواصلوا ويطلبوا المنتج ده، في نفس الوقت عايزين نكلمهم هم ونركز عليهم. فازاي فكرنا ان احنا نبيع اللعبه دي؟ ابتدينا نلعب في الكونتنت بعيدا بقى عن شكل الانسايت والكامبين، بالعكس احنا سيبناها زي ما هي بس غيرنا شويه في الكونتنت. اتكلمنا في الكونتنت ان الهديه دي هي اكتر شيء مناسب تديه لحفيدك، وان بس الهديه مش في قيمتها او في الحاجه اللي هو يعملها، بالعكس الهديه دي هي فرصه كويسه جدا عشان حفيدك يتعلق بيك ويفضل دايما فاكرك مهما طال العمر. وان كلنا عندنا العاب ممكن تكون واخدينها من جدنا او من خالنا او من حد كبير في العيله، متذكرينها ومتذكرين الموقف ده، وان دي اكتر فرصه مناسبه انك تقدر تقدم له حاجه كويسه. الكونتنت اللي يبان تقليدي جدا لكن هو سمع مع الناس، وده في حد ذاته كان شيء كويس بالنسبه لنا، لان احنا هنا ما بعناش منتج، احنا هنا ما اتكلمناش عن ان اللعبه بتساعد الطفل على التعلم او اللعبه كويسه وماتيريال كويسه، لا ما اتكلمناش على كل ده. احنا اتكلمنا وبعنا مشاعر، شعور معين هيحصل لما تشتري الحاجه دي. وفعلا الموضوع جاب نتيجه كويسه. وعشان يجيب النتيجه دي اضفنا حاجه كمان، ان انت لو عايز تطلب البرودكت مش مطلوب ان انت تخش وتعمل كونفيرج وتطلب من الويب سايت والكلام ده كله، لا، كان كل اللي مطلوب منك بس انك تكتب لنا كومنت. قلنا كده للناس لو حابب تحصل على المنتج اكتب كومنت فيه اسم الحفيد بتاعك او اسم انت عايز اللعبه دي لمين. فالناس ابتدوا يكتبوا كومنت باسماء احفادهم، فده كمان زود معانا الانجيجمنت بشكل كويس. ومع تيم مودريتور كويس كان فاهم ومدرك، هو عارف ازاي يلاغي الناس ويبدا يتكلم معاهم، ابتدى كمان يتكلم والناس ترد. وهنا ما بنتكلمش على رساله كوبي بيست تم الرد تم الرد تم الرد، لا، احنا ابتدينا نقول لهم ربنا يخلي، اكيد اشقيه ان شاء الله، ابتدينا نجري معاهم كلام فابتدوا يردوا على الكلام اكتر. بعدين طبعا لما دخلنا على المسج قلنا لهم والله ان المنتج البرودكت ده تفاصيله كامله، قلنا لهم كل حاجه عنه، وبعدين كلمناهم وعرفناهم سعره، وان انت لو عايز تطلبه بس تطلبه وتبعت لنا الرقم واسمك واحنا نتواصل معاك. مش بس كده، احنا لما كنا في ناس بنحس ان هم مش قادرين يتواصلوا مش عارفين يعملوا، كنا بنقول لهم ابعتوا لنا الرقم واحنا هنتصل منكم نفهمكم كل التفاصيل. كل التسهيلات اللي تمت دي خلتنا ان احنا نبيع لعب الاطفال. اللي انا بحكيه ده مش شرط انه يتنفذ على حاجات تانية، بس هنا بنتكلم على نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان مش معنى ان في تجربه معينه نجحت مع حد انها ممكن تنجح مع حد تاني. مش معنى ان السوق كله بيبيع لفئه معينه والمنتج ده هو ده الفئه اللي بتشتريه، ان مش معنى كده ان في اسواق تانية. انت دورك انك تخلق اسواق تانية. زي ما خلقنا فكره ان اللعبه دي مش افضل حاجه انك تجيبها لطفلك، لا، اللعبه دي افضل حاجه تجيبها لحفيدك، فهنا ركزنا على ناس معينين. شوفوا وشكم بخير ومع السلامه.